الدين والعلم قوتين مختلفتين على طول هتلاقي بينهم تعارض. الحاجة الوحيدة اللي الاتنين بيتفقوا فيها انهم سلاحين ذو حدين. العلم لو استخدمته صح ممكن يحصل تقدم وتطور كبير من خلاله، لكن لو استخدمته غلط ممكن تحصل كوارث. الدين بقى لو فهمته صح حياتك كلها هتكون تمام، اما لو فهمته غلط ممكن تحصل مصايب برضه. صفحات التاريخ مليانة بناس استخدمت العلم غلط ومعرفتش تفهم الدين. من ضمن الناس دي اوبنهايمر، اللي ندم السنين بعد ما اخترع القنبلة الذرية. اوبنهايمر بعد حادثة هيروشيما وناكازاكي اللي حصلت خلال الحرب العالمية التانية حس ان هو الموت بنفسه، بس على الأقل اوبنهايمر ندم وعرف انه استخدم علمه غلط. لكن حسن الصباح محسش بأي ندم بعد ما كون فرقة الحشاشين، وتحت قيادته وأمره الفرقة نفذت عمليات إرهابية كتير. وزي ما اوبنهايمر استخدم علمه غلط، نبيه بطل فيلمنا برضه قرر يستخدم علمه غلط. في سنة 1977 قرر الكاتب محمود أبو زيد إنه يقدم لنا فيلم جري الوحوش، اللي ناس كتير بتعتبره الجزء الثالث من ثلاثية الأخلاق. لكن على عكس العار والكيف اللي اتكلموا عن مشكلة المخدرات، فمحمود أبو زيد قرر إنه يكون آخر جزء من ثلاثيته السوداء يكون بيركز كله على موضوع الصراع بين العلم والدين. بس قبل ما اكمل كلامي عن جري الوحوش وتحليلي، يا ريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لان المشخصاتي هيبدأ الحكاية. حكايتنا بتبتدي مع دكتور نبيه. نبيه من خلال أبحاثه وتجاربه بيقدر إنه يلاقي علاج للعقم عند الإنسان، وبالفعل بتنجح تجربة نبيه في البداية لما بيجربها على القرود. بس يا ترى هل التجربة هتنجح على الإنسان برضه؟ والسؤال الأهم من ده، هي أصلا التجربة نجحت على القرد زي ما افتكر نبيه؟ طموح نبيه بيخليه يدور على نموذج يجرب عليه تجربته، وبيكون النموذج ده سعيد أبو الدهب. شخصية سعيد ما كانتش سعيدة خالص برغم كل الثروة والجاه اللي كان عايش فيه، إلا إن حياته كانت ناقصة. سعيد كان نفسه يخلد بأي طريقة ويلاقي ابن يشيل اسمه، وأول لما بيعرض عليه نبيه تجربته بيفرح جدا وبيقرر إنه يدور معاه على النموذج التاني في التجربة اللي هيعملوا عليه العملية. والنموذج ده بيكون عبد القوي جديد. وشخصية عبد القوي ما كانتش فيها أي قوة. عبد القوي كان ضعيف قدام شهوة المال. مبدأه في الحياة عض قلبي ولا تعض رغيفي. او يمتع نفسه بيه لغايه ما يموت ويندفن. لكن السليم الفقران. لما بيعرض عليه سعيد أبو الدهب فكرة التجربة في الأول بيخاف، لكنه بيطمن لما بيوريله نبيه نجاحها على القرد. وعبد القوي بيطمن على الآخر وبيقرر إنه يسلم لهم دماغه عشان يعملوا العملية. لكن إزاي هيعملوا العملية وعبد الحكيم موجود؟ شخصية عبد الحكيم بتمثل جانب الدين. طول الفيلم كان هو الشخصية الوحيدة اللي بتتكلم بالدين وبتستشهد بآيات القرآن الكريم. عبد الحكيم كان بيحاول طول الوقت انه يرجع صاحبه نبيه عن اللي في دماغه، لانه ما كانش مقتنع بموضوع زراعة الاعضاء. المشاهد اللي كانت بين عبد الحكيم ونبيه ما نقدرش نقول عليها فيها حوارات، دي مناظرات. واحد بيمثل العلم والتاني بيمثل الدين اللي رافض لافكاره، وبين الاتنين دول بيطوق ابطالنا سعيد ابو الدهب وعبد القوي جديد. وبيختاروا طبعا الاختيار الغلط وبيروحوا الاتنين في صف العلم وبينسوا دينهم. لكن عبد الحكيم بيهددهم وبيقول لهم انه هيبلغ عنهم لو عملوا العملية في مصر، فنبيه بيقرر يعملها في لندن. بعد ما العملية بتحصل كل حاجة بتكون ماشية حلو. في البداية عبد القوي بتكون صحته مظبوطة، والأهم من ده كله رغيفه بيكون حلو وبياخد فلوس كتير من سعيد يعيش بيها حياته بعيد عن الفقر. أما سعيد بقى فصحته بتتحسن بعد العملية وبيحس بأعراض كويسة، فصحته الجنسية بتتحسن بشكل كبير. وبتيجي اللحظة اللي مستنيها لما مراته بيجيلها أعراض الحمل، فبيفرح سعيد لكن فرحته ما بتكملش لما بيعرف إنها أعراض حمل كاذب وإن مراته خلاص وصلت لسن اليأس المبكر ومستحيل إنها تخلف. وهنا بتتعقد المشكلة أكتر. النهاية السوداوية لفيلم جري الوحوش ودت الفيلم في حتة تانية خالص. في النهاية بنشوف آثار التجربة البشعة اللي عملها نبيه. تجربة نتائجها كانت مأساوية على أبطالنا. سعيد أبو الدهب أعز صديق لنبيه بيتشل، أما عبد القوي جديد فبتكون نهايته أصعب وبيتجنن. وفي النهاية أبطالنا كلهم عرفوا إنهم نسيوا دينهم وفضلوا العلم. في آخر مشهد لنبيه بنشوف إحساسه بالذنب لما بيعرف إن طموحه العلمي وصله للقاع، ولما بيشوف الآثار الجانبية بدأت تظهر على القرود هي كمان وبطلت تنطيط. الكتابة في الفيلم ده كانت حلوة جدا. محمود أبو زيد وصل لمستوى عالي جدا في جري الوحوش.
محمود أبو زيد قدر يرسم لنا شخصيات قوية وحية زي نبيه وعبد الحكيم وسعيد وعبد القوي، شخصيات تحس إنها واقعية، وكل شخصية فيهم عندها منطق مختلف بتفكر فيه، ودوافع ومبررات منطقية ورا كل اختيار بيعملوه. أنا بشوف إن جري الوحوش كان أفضل خاتمة للثلاثية السوداء اللي قدمها محمود أبو زيد. لو اتكلمنا عن الأداء التمثيلي للممثلين، فأول واحد لازم نتكلم عنه محمود عبد العزيز، اللي في نظر الجمهور قدم أصعب دور في الفيلم، دور عبد القوي جديد. دور عبد القوي كان مليان تحولات وتغيرات في الشخصية، مشهده الأخير والملامح المختلفة اللي ظهرت ما بين جنان وإحساسه بالندم على حياته اللي ضاعت، ملامح مفيش أي حد يقدر يعملها غير وش محمود عبد العزيز بس. دور نور الشريف اللي قدم شخصية سعيد المضادة تماما لشخصية عبد القوي، الدور كان من أحسن أدوار نور الشريف اللي قدمها طول مسيرته. أما حسين فهمي وحسين الشربيني فالاتنين كانوا عمود الفيلم والمحرك الرئيسي للأحداث، وأكيد طبعا منقدرش نتخيل جري الوحوش من غيرهم. لو وصلتوا لحد هنا يبقى أكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. نفس ومنفوش. ها؟ نفس ومنفوش. هيخف مع الوقت. في في ما ي- لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.